السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي في اخبار جديده بقى عن ثانويه عامه، وايه السنه الجديده دي هتبقى مختلفه تماما، مع ان في تطورات لسه هتيجي مع الشباب اللي هم المفروض خلصوا اولى اعدادي وطالعين. فلسه في تغييرات تانية هتحصل في ثانويه عامه. بعد كده التنسيق هيتشال خالص، مش هيبقى فيه تنسيق، معرفش هيدخلوا الكليات ازاي. بس خلينا نتكلم في التفاصيل بتاعه السنه اللي جايه دي دلوقتي حالا. دلوقتي الوزير قال ان في مواد هتتشال من على ثالثه ثانوي، بمعنى اصح المواد دي مش هتكون من ضمن المجموع، ولكن المواد دي هتكون موجوده ولكن خارج المجموع، فالطالب مش هيبقى عليه ضغط في المواد دي. فهو شال من على الطالب مادتين، ماده الفرنساوي او الماده الثانيه سواء بقى كانت فرنسي الماني ايا كان، وشال من عليه برضو ماده الجيولوجيا، وبرضو في علم الرياضه شال ماده الرياضه البحته، وكمان شال اللغه الثانيه يعني، وبرضو في ادبي شال برضو الفلسفه وعلم النفس، وبرضو الماده اللغه الثانيه. مع العلم ان في ناس كانت بتخش علم رياضه مخصوص علشان في ماده جيولوجيا في علم علوم، في ناس كانت بتحب ان هي تطلع تخش علم علوم ويطلعوا اطباء والكلام ده كله، ولكن ما بيحبش ماده الجيولوجيا، مع ان ما اعرفش ازاي، بس هو ما جربش قبل كده يعني. ولكن ماده الجيولوجيا اتشالت وبقت بس نجاح ورسوب، ما بقاش فيها مجموع او مش هتضاف للمجموع. في هنا حاجتين بقى، ان المواد دي كانت بتدي للطالب درجات كده، اللي هو يعني الجيولوجيا والفرنساوي او الالماني كانوا مواد تقفيل، تخش تقفل فيها الدرجه النهائيه علشان تجيب مجموع كويس. دلوقتي مش تبقى موجوده، بقى عندك فيزياء وكيمياء واحياء وعربي وانجليزي، ونفس حاجه برضو في ادبي وعلم الرياضه، فبالتالي انت مش عليك ضغط كبير قوي. فهو الوزير عايز يقلل الضغط على طلاب ثانويه عامه، او عايز كمان يخلي ثانويه عامه مش حاجه مرعبه، او مش السنه اللي احنا بنبقى مستنيينها ونشوف الناس هتبقى عامله فيها ايه. فهو بالتالي قلل شويه الضغط على الطالب. الفتره اللي فاتت دي بقى كلام كتير على السوشيال ميديا، والمدرسين دول هيشتغلوا ايه؟ طب الناس اللي كانت بتدي دروس جيولوجيا ولغه تانية، طب الناس دي يا جماعه ما بقاش ليها شغل، الناس دي هتعمل ايه؟ وكلام كتير وتريقه وسف وتنمر وكل الكلام ده كله، والناس بتطلع تتريق على الناس اللي هم المدرسين اللي كانوا بيدوا على السوشيال ميديا او حتى بيدوا على ارض الواقع. وده يا جماعه بجد غير اخلاقي اطلاقا، يعني ما ينفعش ان احنا نتريق على مدرس، خصوصا ان المدرس ده هو اللي بيطلع من تحت ايده الاطباء والمهندسين والناس اللي موجوده كلها. المعلم والمدرس المفروض عندنا في مصر، طبعا ما فيش الكلام ده، بس المفروض ليه مكانه خاصه في المجتمع. المفروض يكون هو الشخص المكرم واللي يعني كل الاحترام والتقدير في كل حته. بس عندنا في مصر طبعا لا، ما بيحصلش الكلام ده. احنا عندنا حتى في مصر لما تبقى في المدرسه في ثانويه عامه او اي حاجه، ما تلاقيش ان في سلطه للمدرس على الطالب، يبقى الدنيا كلها سايبه كده، اللي هو اي حاجه الطالب عايز يعملها في الفصل هيعملها. وده حصل قدامي وفي نفس الفصل بتاعي والناس اللي كانوا موجودين. فبقى الطالب بيعمل اي حاجه هو عايزها، بقى بيتريق، بقى بيتنمر، بقى بيزعق، بيعلي صوته، بيمشي يسيب المدرس، ما بيعملوش معامله كويسه. فبالتالي احنا نزلنا درجه المدرس لتحت خالص. احنا عندنا المدرسين في ادنى حته من المجتمع بجد، ده حقيقي. وكل ده انت كطالب هتبقى شايفه وعارفه. ده من اسوأ الحاجات اللي موجوده، ان المعلم ملوش مكانه، مش حاطين له مكانه وسط المجتمع. ولازم ان المعلم ياخد المكانه دي، لان هو اكتر واحد يستحق ان هو يكون في مكانه زي دي. هو اللي بيطلع الاطباء، هو اللي بيطلع المهندسين، هو اللي بيطلع كل الناس اللي تحتيه، هو اللي بيعلم الاجيال. فتخيل كده بيئه ما فيهاش اي تعليم خالص، مع ان حتى التعليم بتاعنا في مصر مش متطور، والتعليم بتاعنا في مصر وحش جدا وسيء، ملف التعليم كله سيء في مصر. ولكن تخيل بقى من غير حتى وجود المدرس ده في مصر، الموضوع هيتدهور تماما، مفيش اي نقطة فيها تعليم، مفيش اي مكان هيبقى فيه تعليم. فتخيل كده ان احنا جايين عند اهم حد في المجتمع اللي احنا بنبنيه، المفروض بقى مجتمع بقى وعايزين نتطور وكده، والشخص ده مش واخد حقه، الشخص ده مش موجود في المكان اللي هو يستحقها. الدروس الخصوصيه بقى، لو جينا اتكلمنا عن الدروس الخصوصيه، فالمفروض اصلا ان الدروس الخصوصيه مش قانونيه. الدروس الخصوصيه مش قانونيه، وما ينفعش المدرس يدي دروس خصوصيه، والمفروض المدرس بيدي في المدرسه مع الطلاب بعدين خلاص. فبقى حوار السناتر وان في دروس خصوصيه وكل مدرس يجمع طلاب ويعمل مجموعات ويدي دروس، فدي في الاساس مش الحاجه الصح، او دي مش قانونيه. حتى الدوله كانت بتحارب الدروس الخصوصيه دي في فتره من الفترات. ففكره دلوقتي ان مدرس اللغه الاجنبيه الثانيه، او مدرس الجيولوجيا، او مدرس علم النفس وفلسفه، او مدرس ايا كان، دلوقتي جينا نقول ان هو الوزير قطع ارزاق الناس دي، وبقرار واحد كل حاجه انتهت ومش عارف ايه.
الناس دي فضلت تبني اسماء، الناس دي فضلت تعمل مجهود ومحتوى وان هم يعلموا الطلاب، وفي الاخر الدروس اتلغت او الماده نفسها اتلغت. ومش بس كده، يعني حتى الطلاب نفسهم لما يلاقوا الماده دي مش في المجموع مش هيروح الدرس، هو هيقرر ان هو يذاكرها مع نفسه ويحاول يعدي فيها، خلاص الموضوع هيتلم وهيجيب فيها اي درجه، المهم ينجح. ولكن الفكره بقى في الاساس لو جينا بصينا في اي مجتمع متطور وعنده تعليم كويس، التعليم بيبقى في المدرسه، التعليم بيبقى مع الطالب في المدرسه، وبيبقى فيه نظام تعليمي كويس في المدرسه. احنا برضو عندنا النظام التعليمي في المدرسه محتاج يتعدل بشكل كبير قوي. المناهج على فكره كمان القديمه، لان في مناهج دلوقتي بتتطور، المناهج بتاعت ثالثه ثانوي الحاليه والمناهج برضو اللي موجوده عامه في الكليات وكل ده، المناهج دي محتاجه تطوير بالعبيط يا جماعه. المناهج دي بجد مناهج قديمه جدا، فتلاقي ان انت عايز تطور وتعيد هيكله النظام التعليمي كله. الملف بتاع التعليم ده كله يا جماعه محتاج يعني يعاد تشكيله تاني، ولازم نجيب بقى ناس من بره ومش عارف ايه، لان احنا مش بنعرف نعمل ده، او احنا علشان نعمل ده محتاجين بتاع 15 16 سنه كمان، فاهم؟ ويا عالم بقى احنا بنقعد نجرب عندنا في مصر عامه. فبس الوزير بتاع التربيه والتعليم عايز يعمل تغيير، عايز يعمل حاجه كويسه، ولكن كده كمان كام سنه انت مش هتشوف تنسيق. مش هيبقى فيه بقى ايه الطب من كام في المية، اللي مش عارف ايه من كام في المية، لا مش هيبقى فيه التنسيق ده. هيبقى فيه طريقه تانية ان الطلاب يخشوا بيها الكليات اللي هم عايزينها. انا والله طموحي ان انا اخش طب، طب هخش طب ازاي؟ في بقى وسيله تانية ان احنا نقدر نخش بيها طب، ان انت تقريبا هتعمل اختبار، او انت حتى كمان في ثانويه عامه المفروض المواد اللي هتاهلك ان انت تطلع دكتور انت بتاخدها، المواد اللي هتاهلك تطلع مبرمج فانت بتاخدها، المواد اللي هتاهلك ان انت تطلع مهندس، المواد اللي هتاهلك تطلع راجل فنان بتخش فنون جميله ولا فنون تطبيقيه. فالكلام ده كله محتاج تطوير يا جماعه. احنا متاخرين جدا في ملف التعليم ده بالذات. حتى لما جه دكتور طارق شوقي عشان يطور التعليم وبدا معانا بقى نظام التابلت ومش عارف ايه، نظام بايظ، النظام مش صح، وحتى كمان احنا مش عارفين نطبقه عندنا في مصر. احنا عندنا البنيه التحتيه كمان حتى كانت سيئه جدا. احنا عندنا النت، احنا في المكان اللي انا فيه دلوقتي مفيش نت. موضوع صعب جدا يا جماعه، في اماكن لسه ما وصلهاش نت في مصر. فانت متخيل، احنا متخيل الوضع واصل لحد فين. الفكره كلها ان الوزير بيسعى ان هو يخفف الضغط على حتى كمان الفصول بتاعه المدارس، وان كمان في مواد هتنضاف مع بعض زي مثلا الفيزياء والكيمياء هيبقوا في كتاب واحد وهكذا. انت دلوقتي بتخفف على الفصول، تخلي الفصل بدل ما هو قاعد فيه 200 واحد زي ما وزير التربيه والتعليم بيقول، فخلاص الفصل ده بيقل، ونبدا بقى نوزع الطلاب على الفصول. وحتى كمان في عجز كبير في المدارس اللي موجوده على مستوى مصر، مفيش عندنا مدارس جديده بتتبني، العدد بيزيد ومفيش مدارس، فاهم الدنيا؟ فانت عندك عجز. فتلاقي في المدرسه الفصل اللي بيسع 35 طالب بيبقى قاعد فيه 55 و95، توصل ل 95 طالب قاعدين في الفصل، في طلاب بيقعدوا على الارض. فالوضع عندنا صعب. والاساس في التعليم ان مفيش دروس خصوصيه، وان الدروس الخصوصيه دي تعتبر بعد فتره، حتى يعني مثلا لو احنا جينا دلوقتي قلنا الوزير ده ازاي يعني يلغي المواد دي، طب المدرسين دول هيعملوا ايه؟ مش بعيده كمان سنه ونص تلاقي بيقول لك والله قرار مفيش دروس خالص، لا مدرس عربي ولا انجليزي ولا فيزياء ولا كيمياء ولا اي حاجه. التعليم يا جماعه هيبقى في المدارس، حتى لو هيعمل لك مجموعات في المدارس هتبقى مجموعات تبع الدوله والمدرس بياخد عليها اجر وبس. كل ده الارزاق بيد الله، وكل ده بتاع ربنا اللي كان بيرزق المدرس ده هو نفس ربنا اللي هيرزقه. فالارزاق كلها بايد ربنا، مش بايدينا، مش بايد وزير، مش بايد رئيس جمهوريه، مش بايد اي حد. كل الارزاق مقسمه وكل ده مكتوب، وكل اللي فيه الخير اكيد هيحصل. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعشان تعرفوا كل اللي جاي جديد. وكمان هنتكلم في مواضيع جديده مختلفه عن تطوير الذات والمذاكره والانتاجيه وكل الكلام ده. بس كده، انا محمد عبده واشوفكم في فيديو جديد. سلام.